أحد أكثر القصص المرعبة اللي انتشرت في المملكة العربية السعودية، وخاصة مع بداية 2000 لعائلة مكونة من 5 أشخاص، واللي تحركوا من قريات باتجاه حائل، واللي فجأة اختفوا في ظروف غامضة، واللي كانت فيها رسالة تركتها الأم بسبب ضعف الحيلة اللي وصلت لها. السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم شباب؟ عساكم طيبين. هذه المرة بطلب منكم طلب بسيط، هذا سنابي وحياكم الله. بنبدي ان نسوي محتوى خاص في السناب شات، ويلا ما ابي اطول عليكم وندخل في قصتنا لهذا اليوم. نرجع لبداية 2000 وبالتحديد عام 2006. كان في شاب سعودي او اب سعودي اسمه سليمان العتيقي. سليمان اتصل بعائلته اخر مرة في حائل، وبالتحديد مع احد اخوانه، واللي بلغه انهم بيمسكون خط حائل ومكونين من 5 اشخاص، سليمان والزوجة الثانية و3 أبناء يكونون من الزوجة الأولى. الجماعة جهزوا كل أغراضهم ولموها كلها في السيارة، والحين متجهين إلى حائل. وفي هذه اللحظة فجأة انقطعت جميع وسائل التواصل مع أهل سليمان واللي كانوا موجودين بحائل، لا اتصالات ولا رد ولا هم يحزنون. أخو سليمان واللي هو إبراهيم العتيقي، واللي اتصل عليهم في الليل قبل لا يطلعون، فبدأ يخاف ويقلق. شهر كامل وأخوي وعائلته لسه ما وصلوا لحائل. يا رجال حتى لو رايح لأمريكا كان وصلت، فيعني الموضوع كان فيه إنه. فقرر في هذا الحين إنه يتواصل مع الدفاع المدني والشرطة ويبلغهم بحالة اختفاء لأخوه اللي هو سليمان العتيقي، وبلغهم انهم لازم يجيون ويتفقدون ويشوفون هذا الموضوع، ولازم انهم يبدون ويتحرون في هذا الموضوع. يعني مسافة 40 كيلومتر تقريبا في خلال شهر ويومين، ما معقولة ابدا. المهم المعلومات المبدئية المفيدة لسليمان العتيقي كانت تفيد بأن كان عندهم لكسس موديل 97، وايضا انهم سلكوا طريق صحراوي كان سابقا يربط ما بين منطقة حائل ومنطقة الجوف بتاريخ 21 يونيو 2006. وهذه آخر معلومات اللي رصدوها عن اللاند كلوزر وعن الخط اللي كان يمشي فيه سليمان وعائلته، وهذا كله قبل شهر ويومين من البلاغ. فيعني كانت فترة طويلة جدا جدا، كافية بأنهم يصير لهم أي حاجة لا قدر الله. تتكلم تقريبا عن 32 يوم من البلاغ. يعني أخو سليمان تأخر جدا في البلاغ، ما أدري لسبب ما أدري يعني كيف ما لحق كل هذه المدة. المهم في هذاك الوقت كان وقت الصيف، واللي كان حار جدا جدا جدا، ومعروف جو السعودية في الصيف. نتكلم عن حرارة ممكن أنها توصل ل 45 درجة مئوية. وكان عندهم من المتوقع أن سليمان ضاع في وسط الصحراء النفوذ الكبيرة، واللي هي الربع الخالي، واللي يعتبر شمال المملكة العربية السعودية. الصحراء هذه كبيرة وشاسعة بمساحتها، أي ما تقدر 65 ألف كيلومتر. نتكلم مثلا عن دولة الكويت 3 مرات مع جوها الحار. يعني أي إنسان ممكن إنه يدخل هذه الصحراء، وخاصة إذا كان ما يفهم فيها، بتكون احتماليته إنه جدا ضعيفة إنه يخرج من هذه الصحراء. يعني باختصار يحتاج إلى معجزة عشان يطلع من هذه الصحراء. نحن ما نتكلم عن أي صحراء، نتكلم عن صحراء الربع الخالي، واللي مثل ما قلنا لكم إنها تمثل مثلا الكويت 3 مرات. وهنا بدأت عمليات البحث، الطيران المدني، الدفاع المدني، وحتى الشرطة، وحتى كان في متطوعين قاعدين يحاولون لأكثر من شهر، ولكن للأسف بدون أي فايدة. ما حصلوا لا سليمان ولا العائلة ولا السيارة. يعني حرفيا صفر معلومات عن هذه العائلة. وفي هذيك الفترة كانت الناس تدخل في حالة ذعر وخوف، حتى بدت الناس انها تدخل في مرحلة الشبهات، انه وين هذه العائلة وإيش صار لهم وكيف اختفوا. وحتى العائلة بدأوا يدخلوا في دوامة انه مستحيل سليمان يرجع، وصاروا يتقبلون الوضع ويعيشون هذا الشيء الصعب، لأن من الصعب جدا انهم يحصلون على ولدهم سليمان وعلى عائلته مرة اخرى. بس المفاجأة حدثت يوم الخميس بتاريخ 7/2006
تقريبا بعد 3 أشهر من البلاغ، وبعد 3 أشهر من عمليات البحث المتتالية عليهم. كان في أحد من أبناء البادية شاب مسلم واللي كان اسمه أحمد. أحمد هذا كان يرعى حلال أبوه في النفوذ الكبيرة أو الصحراء الكبيرة، فلفت نظره شيء غريب جدا. صلى صلاة الفجر، من بعدها بدأ عمليات الرعي، يعني تقريبا بعد ما تفقد الحلال وخلص كل أمور الحلال. وفي عز الصيف تحت أشعة الشمس الحارقة فوجئ بأن في سيارة لاند كلوزر موجودة في نص الصحراء هذه، وأبوابها كانت مفتوحة. وهو طبعا مستغرب أن كيف عائلة تجي وتصيف في هذا الوقت. فجلس أحمد يسأل نفسه وش السالفة، خلني أروح أشوف هذه السيارة إيش فيها وإيش اللي معهم، لأن الوضع جدا غريب زي ما تشاهدون هذه الصور، صور حقيقية والله. وأحمد قرب للسيارة. في هذا الوقت بعد ما قرب من السيارة شم ريحة قوية جدا جدا، ريحة غير طبيعية موجودة في هذا المكان. وهذا الشيء صدم أحمد، إنه شو هذه الريحة القوية اللي ما يقدر يتحملها الإنسان. وبعدها بدأ إنه يشوف ملابس متناثرة على الأرض، وكان الوضع سيء جدا جدا. فشجع نفسه وبدأ إنه يتقرب أكثر وأكثر للسيارة، إلا فجأة يشوف عباية طايحة في الأرض. وأول ما قرب للعباية كانت الريحة تقوى أكثر وأكثر. وأول ما فتح العباية اللي كانت جثة حرمة متحللة في هذا المكان، رجع وكمل يستكشف السيارة أو اللاند كلوزر. وأول ما قرب شاف في 3 أبناء متحاضنين ما بينهم ومتحللين كامل، وكانوا تقريبا في المرتبة الثانية أو المرتبة الخلفية للسيارة. وبعدها راح وفتح شنطة السيارة الخلفية، ولاحظ بعد أن في طفل مغطى بلحاف زي كذا وأيضا متوفي ومتحلل. وهنا خوينا حصل مثل الورقة أو مثل الرسالة اللي كانت موجودة في أطراف السيارة، وكان مكتوب عليها شعر، وكان يدل أن بيد الزوجة اللي توفت. ضاعت سنيني في شغل غربة، وصارت حياتي بين أفراح وأحزان، وجابها لي العزيز الحكيم بحكمة، وهذا نصيبي عشت في أشجان وغصون. علمتني الغربة حاجتي للرفاقة، وأنا أخلي أشناها بظرافة، وختمناها برحلة غريبة عساها في موازيننا أعمال خيرة. هذه الأبيات اللي كتبتها هذه الزوجة واللي كانت بالنسبة لأحمد. وفي يوم ذيك الليلة مشهد جدا صادم وغريب، فهنا قرر أنه يتصل على الشرطة ويخبرهم بالحادثة اللي صارت معه. وبعد فترة اللي يبين من هذه السيارة والدراسة حولها انها كانت هذه السيارة تعود لعائلة سليمان العتيقي. وبعد المعاينة اتضح ان الزوجة كانت تحاول تسقي الاطفال من ماي الراديتر، وهذا من شدة العطش والجفاف اللي كانوا يمروها في ذيك الفترة، فكانت تدور على اي موية عشان تسقي عيالها مع الجهد والتعب. لكن التعب والجهد قدر انه يتغلب عليها واخذتها المنية. بعدين تبين لسبب ما انهم كانت عندهم اجهزة لاسلكية لكن ما قدروا يستعملونها لانها كانت متعطلة نهائيا واصلا ما في شبكة. لكن الغريب مو هنا، الغريب انهم حصلوا كل فرد من هذه العائلة الا الاب او سليمان العتيقي ما له وجود نهائيا. وين اختفى؟ الطائرات المدنية بدأت ان تبحث عن سليمان العتيقي، واللي تأملوا انهم ممكن يحصلونه في مكان قريب من هذا المكان، لكن ما كان في اي فايدة. وبعد هذه السالفة تقريبا تمر 2 سنين كاملات، وبالتحديد في شهر مايو من عام 2008 احد اخوان سالم العتيقي وصل خبر من الشباب او في ناس كانوا موجودين في الصحراء وكانوا يرعون. ووقت ما كانوا يرعون في هذه النفوذ الكبيرة أو الصحراء لقوا عظام لجثة متحللة، وهذه العظام كانت بشرية. وبعد ما أخذوها وأخذوا منها عينات تبين إنها لسالم العتيقي، فالله يرحمهم جميعا. طبعا هذه القصة حقيقية وصارت في السعودية، واللي كانت وقتها منتشرة عند أجدادنا، واللي دائما تصير هذه المواقف في الصحاري في عمان والسعودية وأغلب الدول اللي تتشارك بصحراء الربع الخالي. فأتمنى أنكم تاخذوا الحيطة والحذر عندما تروحوا لهذه الأماكن، لأن هذه الأماكن تكون شاسعة وتكون حارة حتى في فصل الشتاء، فما بالك في فصل الصيف. فأتمنى أنكم تترحمون على العائلة اللي ماتت. وبس هذا كان مقطعنا لهذا اليوم، أتمنى أن عجبتكم القصة وأخذتوا منها عبرة. حبايبي ومحبيني من قناة إكسدريك، أضعكم في حفظ الرحمن، مع السلامة. لايكك واشتراكك يا غالي.